السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حكيم كزار. هذا مبيد حشرات. هذا عبارة عن القارورة هذه، بخاخة هذه كلها تملأها ماء، والباقي تضيف إليها القليل من الصابون السائل والكيروزين والكلور، مقدار 1 كلور، والباقي كله ماء. هذا صابون. في ماذا نحتاجه؟ ترش به عش من الخارج كل الجوانب ومن الداخل. أقوم برش كل الجوانب ومن الداخل. فهمت يا خويا؟ يوجد طريقة أخرى بالصابون. صابون تحكه، تبله بالماء، تحكه جيدا كل الجوانب من فوق الأعلى من الداخل، لا تترك أي مكان في العش. صابون، أي صابون قطع. بالنسبة لأعشاش حسونة وكناري، يجب تغليفها، تغلفها بالقماش، غلفها لازم تخيط، تركب عليها قماش. بهذا عندما نركب قماش، لو الأنثى تبني العش بالجنب فقط وتحط البيض في الجهة هذه أو العكس، تستطيع أن تحضن البيض ويفقس ولو فوق هذا القماش. هذا عازل. ينتبه، لازم العش لازم تخيط عليه قماش، لازم قماش. عندما تخيط عليه قماش نفس الطريقة، لديك صابون تحكم على القماش جيدا، أو بمبيد الصلع. تصنع مبيد صلع بالصابون. أنا عقمته بمبيد صلع بالصابون، عقمته بأي كما تلاحظون عندي مبيدات كثيرة. هذا في الحقيقة دواء خاص، لذلك لونه أبيض. أضعه في الثلاجة لكي لا يفسد. مهم طريقة تعقيم. تستطيع بخاخ مثل هذا تملأه بالماء ومقدار غطاء 1، صابون، أي صابون سائل، يعني ماء وصابون وجافيل. ماء وصابون وجافيل، تذكر 3، الكلور أو كلوروكس، والصابون سائل، والباقي ماء. 1 مقدار مثلا 2 سيلي بالإبرة، مقدار 2 سيلي، 2 رقم 2 في الإبرة من الكلور، 2 من الصابون، والباقي ماء. تخلط جيدا ويصبح لديك مبيد. الصابون مبيد فيروسات وبكتيريا، والكلوروكس كذلك كما تلاحظ النعق. هذا يطلع ريش مزيت، روعة. هذا للأسف آسف ما نقدرش نكشف عنه حاليا. هذا تستطيع أن تخدمه. هذا ماء، تملأ هذه كلها ماء، والباقي مقدار من 1 إلى 2. إذا كنت تريد أن ترش به الطيور، استعمل 1 صابون 1، والكلور بالنسبة لهذه 15 نقاط فقط، يعني مقدار 1 سنتي وكثير. تستطيع أن 5 نقاط كافية، 5 نقاط مع صابون قيمة 1 سنتيم، والباقي ماء. يصبح لديك كذلك بخاخ ترش به بيت الطيور. الأعشاش بالنسبة للخيوط كذلك. الخيوط يا أخي، الخيوط ثم الخيوط كذلك تمسكها كلها، تحكها بالصابون كذلك. لازم أنا عندي كثير، يعني من أستطيع تحكها بهذا الصابون، تحكها بالصابون كما تشاهد، أو تذوب هذا الصابون، تذوبه في الماء وتخلط معه هذه وتخرجه. الصابون لا يؤثر على الطيور، يعني حتى يأكلوه يسبنوه، هو عبارة عن مبيد، يعني ما يضرش. أو قلنا أو ترشوا هذا فقط. أنا عندي هذا
هذا هو سبب الحشرات. الخيط ها هو اللي يجيب لكم الحشرات. أنا لم أشتريه من خاص بتاع الطيور، كما تشاهدوا خيط جديد من اللوازم العطار، يعني سلعة جديدة. هذه امبورتاسيون ليست خاصة بالطيور. قبل ما تقدمها لازم تعقب، لازم يا أخي، لازم 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 لازم. هذا نعم هو هذا. سمحوا لي خوتي ما نقدرش، هذا الرشبيل الحدسون يرجع لي شواء. وأهم شيء تقص الخيط، لازم ديما قصه صغير، لا تقدمه قطع طويلة، لازم دائما تقصه قطع قصيرة، تقدم قطع قصيرة. هذاري أهم شيء تعقيم الخيوط وتغليف العش، لا تعلق أي عش هكذا. عندي عشاش أخرى فيها الخيط يا حبيبي، عشاش فيها الخيط تاع الديامون. للأسف هذوك أنا نروح نلبسهم. هذا رجعوا في القفص، رشيته لا يهمها، ما يهمش هذه ما يهمش، خاطر تبني فوقه. المهم هذا معقم فقط، أو نغسله ونرجعه، لا يهم، أنا مخليه في القفص. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.